ازيكم حبايبي؟ معلش انا اتأخرت عليكم، بس حبيت النهاردة اعمل لكم حاجة من الريحة المصرية والحاجات المصرية القديمة، واللي هي الشريك اللي كنا دايما نعمله زمان. بصراحة لما كنا في مصر حبيت ان احنا نعمل مع ماما كده الشريك. حطينا الخميرة وعليها معلقة سكر وثلاث معالق لبن. طبعا اللبن ده دافي. تمام. والخميرة سبتها تخمر على جنب. حبيت اوريها لكم ازاي ابتدت ان هي تعمل فقاقيع او بالونات صغيرة بكده. الخميرة شغالة ومعايا 2 كيلو من الدقيق. وريت لكم ازاي ان هو هعمل ال2 كيلو. طبعا انت عايزة تقللي المقدار هتعملي كل حاجة النص. تمام. بعد كده معايا كوبايتين من اللبن وحطيتهم مع بعض. طبعا اللبن ده دافي، وهحط عليها 4 معالق سمنة، وتختاري نوع سمنة يكون حلو أو زبدة اللي انت عندك، بس يكون طعمه حلو عشان ما يغيرش من طعم الفطير أو الشريك اللي احنا متعودين على اسمه. قلبتهم كويس مع بعض، وهحط الخميرة بعد ما اتأكدت ان هي يعني متفاعلة وارتفعت. تمام كده. وهقلبهم مع بعض كويس لحد ما يمتزجوا. وبعد كده هنزل بالخمس بيضات واحدة ورا التانية علشان اتأكد ان هي كويسة. طبعا انا بنزل على اللبن اللي كنا قايلين عليه الدافي. خلصنا كده مع بعض، هنبتدي نقلبهم كويس. تمام كده. ومعايا 4 ورقات فانيليا طبعا علشان البيض كتير، وانا بعد ما كنت هعمل 5 بيضات زودت كمان واحدة، بقوا 6 بيضات عشان 2 كيلو، يبقى كل كيلو 3 بيضات. معايا ال2 كيلو هنزل عليهم بالمواد السائلة اللي قلنا 2 لبن دافي. تمام كده. مع 4 ورقات فانيليا، 6 بيضات، ونقلبهم مع بعض. بعد كده حطيت كوباية سكر كبيرة، كوبايتين اسفة سكر كبار على كوبايتين مية، وهبتدي ادوبهم. بس دول مش هنزل بيهم مرة واحدة، هنزل جزء جزء على العجينة علشان اتأكد احتياج الدقيق. طبعا يختلف من دقيق لدقيق في استخدام السوائل. وبحاول ان انا الم العجينة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. واحلى ما حاجة يعني في العجن ده ان الاسرة تكون مع بعض وكله يتجمع وكله يشترك. يعني بصراحة كان يوم جميل جدا. كان حلو ان كل بيعمل جزء في الشريك. طبعا احلى حاجة ان كل يتجمع، كبير وصغير، اطفال، يعني حتى الاطفال كانوا بيشتغلوا معانا والكبار، كل واحد بأفكاره وشغله. طبعا بوريكم ان هي بعد ما سبتها ساعة كاملة تخمر وشفتوها ازاي تضاعفت، هبتدي ان انا اقطعها كويرات صغيرة وليكن 15 جرام. علشان احنا مش عايزينها تبقى شكلها كبير، فبنعملها كويرات صغيرة كده. وهنبتدي الاول واحدة عملناها كويرات، هنبتدي هي اللي نبتدي نفردها علشان تكون ارتاحت زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. بحاول ألفها كويس وأضمها كويس، وبعد كده أعملها زي الرول كده كبير زي ما انتوا شايفين. وهبتدي أعملها ألفها جوه بعض بالشكل اللي انت تختاريه، وليكن الشكل اللي أنا عملته ده شكل الفطير بالطريقة دي. بعد ما نخلص الكمية هنحطها برضو في الصينية لمدة نص ساعة تخمر تاني لحد ما شكلها يتضاعف، ولكن دي الخطوة اللي بعدها.
خلينا دلوقتي في الخطوة دي زي ما اوريكي الشكل ازاي. حاولت ان انا اجرب معاكي مرة واتنين وتلاتة، اسهل طريقة. في طريقة تانية دي بقى ماما اللي كانت بتعملها، وهوريها لك ازاي كانت بتعمل شكل الضفيرة، لاني بتبقى عايزة سرعة شوية لان العجينة هشة وخفيفة. لو طبقتي في عمل الضفيرة وهوريكي شكلها ممكن تقطع معاكي. فدي كانت متولياها ماما، هي اللي كانت بتعمل الفطير، ولكن انا كنت بعمل الشكل ده، كان سريع بالنسبة لي وسهل وما اخدش وقت. وانا طبعا انتوا عارفين انا بحب اوريكم اسهل الاشياء اللي انت تقدري تنفذيها من غير صعوبة. طبعا الصينية دهنها سمنة زي ما انتوا شايفين، ودلوقتي بوريكي شكل الضفيرة كده. بتتعمل بسرعة علشان ما تتقطعش معاكي العجينة زي ما انت شايفة. طبعا الزوائد دي هوريكي ازاي ان احنا هنشيلها، ولكن ماما ربنا يخليها يا رب هي اللي كانت عاملة الاشكال دي، الاشكال الجميلة اللي كانت دايما متعودة تعملها. ادي زي ما انت شايفة قدامك الضفيرة والشكل اللي عملته ماما، او الشكل الاولاني اللي هو البسيط، الدوائر المتداخلة في بعض، وكله في النهاية بيطلع شكله حلو وجميل واشكال مختلفة. دي بقى اختي زي ما قلت لكم كل واحد بيعمل حاجة. اختي جابت طبق فيه بيضة ومعلقة لبن وفانيليا وضربتهم في بعض، وبتبتدي تدهن الوش بتاع الشريك زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ليه بندهنه بالبيض واللبن؟ اللبن طبعا بيخليها طرية وهشة، البيض بيديها اللون الذهبي، فبتبقى يعني شكلها حلو وجميلة ومسكرة طبعا. هنا بقى هنحط السكر على الوش كمان، حاجة طفيفة من فوق، ديت بتديها نكهة السكر من فوق. عشان كده ليها الفطيرة طريقة معينة اللي هي الشريك، يعني ليها طريقة معينة مختلفة عن بقية الفطاير اللي بيبقى فيها سكر كمان على الوش. طبعا أولادي هم اللي بيصوروا زي ما قلت لكم كل واحد كان ليه عمل. ودي تقريبا 2 كيلو، طلعت ما يعادل 22 قطعة زي ما انت شايفة بالطريقة دي. بعد ما خلصناهم وحطينا عليهم البيض والسكر على الوش، هنغطيها برضو تاني لمدة ساعة أو نص ساعة حسب ما الحجم يتضاعف. هندخلها على فرن 180 لمدة 10 دقايق، وهتطلع بالمنظر اللي انت شايفاه قدامك، هش وطري وجميل وحلو قوي وطعمه حلو. اتمنى ان يعجبك، اتمنى ان تجربيه، تكتبي لي في التعليقات وتنوريني، واشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.